السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. أهلا بيكم، وحشتوني جدا. جاي لكم النهاردة في فيديو جميل جدا ومفيد جدا جدا جدا. بصوا بقى يا حبايب قلبي، مش هطول عليكم الفيديو، خش على طول في المقادير وايه هو الفيديو. طب يا ستي شوقتينا. انا جايبه طبعا زي ما انتم شايفين كده قدامكم بلح اسمر، طبعا موجود في السوق وبكتره جدا ومفيد وفي منتهى الجمال، وطبعا ليه كذا وصفه، وفي ناس بتقليه بالبيض وفي ناس بتعمله بكذا وصفه، بس انا ليا بقى طريقه كده في منتهى الجمال، هتاكليه وهتشبعي وهتعملي ممكن سندوتشات للاولاد، ومغذي جدا ومليان فيتامينات واكترها الحديد. وكمية دي نص كيلو، والله نص كيلو، هو ب20 جنيه نص كيلو، يعني 10 جنيه، ما كلفنيش اي حاجة. وهتعمل طبق هتشوفوه في نهاية الفيديو، هتستغربوا جدا الكمية دي كلها نص كيلو، نص كيلو. بص يا حبايب قلبي، طبعا انا غسلته كويس قوي وحطيته في قلب المصفى لغاية ما انزل المية بتاعته واتصفى. وطبعا هبتدي اقشره، لازم يتقشر وما يبقاش فيه القشره اللي هي السوداء اللي بره دي، ولا النقع ولا اللي هو الراس اللي فوق دهيت، الورده اللي فوق. تمام. وعايزه اقول لكم على حاجه، هو وانا بقشر يعني ده من واقع خبرتي يعني وكده، عشان ما يضايقكوش في التقشير، يبقى في جنبك طبق ميه. منين ما تلاقي ايديكي خلاص لزقت جامد قوي وبقى صعب عليا ان انا اقشره، ممكن ابلي ايدي في قلب الميه عشان ينزل العصاره بتاعت البلحه نفسها. فاهميني؟ انت لما تيجوا تعملوا تقشروها هتعرفوا قصدي كويس قوي. انا كنت الاول بقشره وابقى متضايق اول، واقشر واحده والتانيه والاقي ايديا بتلزق جامد ومش عارفه اكمل الباقي، فجربت الطريقه دي وريحتني كتير. تمام. خلاص انا كده قشرت كميه كلها، وتاكدي ان مفيش نوى ومفيش اي قشره على البلح من بره. بصوا نص كيلو رمى معايا قد ايه، بسم الله ما شاء الله، طبق مليان. خلاص قشرته وطلعت النوى اللي جواه، وجاهز بقى على الايه، على اني اطبخ. طب هتطبخي ازاي؟ يلا بينا بقى على البوتاجاز، حطيت طاسه على النار و... ولو عندي زبده يعني يبقى شيء جميل جدا، هيزود طعم الوصفة بتاعتي والنكهة بتاعتي آخر جمال. ما عنديش زبدة هشتغل بالسمنة، ما فيش مشكلة، ما فيش حاجة توقفنا، لكن زيت ما ينفعش، ما ينفعش الزيت بأي حال من الأحوال. في طاسة كده غير لاصقة، كان عندي ألمونيا أو جرانيت أو تيفال أي حاجة بس ما بتلزقش، وحطيتها على النار. وطبعا نزلت بالبلح بعد ما السمنة بتاعتي سخنت ودابت، ونزلت على البلح. طب النار عندي متوسطة، ما بعلهاش، لازم تبقى يعني اقل من متوسطة شوية. ليه؟ البلح بتاعي لازم يدوب ولازم ينعم، والسخونية هتدوبه دلوقتي وهتشوفوا شكله عامل ازاي. انا سيبته حوالي بتاع 5 دقايق او 7 دقايق بكتير قوي. شايفين شكله عامل ازاي؟ ناعم معايا. طبعا هو بينزل العصارة بتاعته واهو، وتري جدا. وهحط حوالي كوباية لبن. كوباية اللبن دي بقى هتخليه كريمي. كوباية لبن، انا حطيت دلوقتي شوية بس رجعت حطيت تاني على فكرة. تمام. هو البلح بيروح شارب اللبن على طول. تمام. فانا بحط بقى الكمية دي ليه؟ دلوقتي هتشوفوها بعد ما يستوي في اللبن، بيبقى عامل زي مربة البلح، مربى، حاجة كده في منتهى روعة، اجمل حاجة ممكن تاكلوها. وشايفين ما شاء الله طبق قد ايه؟ يعني شايفين الطاسة، ولما اجي احطها في قلب الطبق تشوفوا كمية قد ايه. اهو ده كان كملت زي ما قلت لكم حوالي كوباية لبن. بصوا بقى، اللي بتحبه خفيف يعني هتخلي اللبن كده، يعني هي شايفة قدامها البلح كده في جوسي، مش ناشف، بيبقى طعمه حلو قوي قوي قوي. واللي بتحبه ماسك نفسه وتقيل، مش هتزود في كمية اللبن. تمام. انا سبته حوالي دقيقتين كده لما شرب اللبن بتاعه اهو، وبقى عامل زي المربى. شايفين شكله عامل ازاي؟ الصورة ظلماه اهو. انا بحب القوام ده، قوام كريمي وعامل زي المربى، وطعمه في منتهى الروعة، حاجة كده خيال. ممكن تعمليه لولادك في سندوتشات بلدي، بتاكل بالسندوتشات، ممكن تاكليه بالمعلقة، ممكن تعمليه في فينو، بس سعراته الحرارية هتبقى عالية جدا. على فكرة مليان فيتامينات، رهيب قوي 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 للمرضى اللي عندهم انيميا، عندهم نقص حديد، حاجة كده في منتهى الجمال. وعلى فكرة البلح مش مضر، الكتير هو المضر، لكن طبعا اي حد ممكن ياكل منه، مفيش مشكلة. جربوه هيعجبكم جدا، من الحاجات الجميلة جدا. ارجو ارجو ان كنتوا تجربوه، وما كلفنيش اي حاجة، هي معلقة السمنة، نص كيلو من البلح و... وكوباية اللبن. وتخيلوا بقى كمية الفيتامينات اللي مكون منها البلح ده. التجربة دي جميلة جدا، أرجو إن انتوا تجربوها. يا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب أكون خفيفة عليكم، يا رب أكون أفدتكم. يلا جيبوا وجربوه
واكلوا ولادكم مجموعة من الفيتامينات في منتهى الجمال، حاجة كده ما خدتش مني يعني 10 دقايق الوصف كلها. يا رب أكون خفيفة عليكم أفدتكم. أترككم في رعاية الله، وأرجو منكم التجربة، وأرجو منكم تدعموني، وأرجو منكم اللايك عشان مفيش اللايك قليل جدا، وأرجو كومنت حلو زيكم كده. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.